شرطة الأنبار مديرية شرطة الرطبة لبسط الأمن وفرض سلطة القانون في القضاء وتأمين الطريق السريع الدولية. عشائر المحافظة أعلنوا من جانبهم دعمهم للقوات الأمنية في حماية الطريق السريع وتأمين سير المركبات إلى المنافذ الحدودية بعد تحريرها واستعادتها من عصابات الكفر والضلال داعش، وتنفيذا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة بإعادة العمل لكافة الدوائر في المناطق المحررة. افتتح قائد شرطة الأنبار بحضور عدد من المسؤولين الأمنيين والحكوميين مديرية شرطة الرطبة لتمارس مهامها في بسط الأمن وتطبيق القانون. اليوم تم افتتاح مديرية شرطة قضاء الرطبة. هذه المديرية ستكون رافد وعون للأجهزة الأمنية للقوات الأمنية، وكذلك رافد وعون للقوات الخدمية بموضوع استلام وتنفيذ القانون في هذا القضاء، لأن اليوم القضاء والجهات التنفيذية هي متمثلة بجهة تنفيذية لتنفيذ القانون وهي الشرطة المحلية. افتتح هذا اليوم مديرية شرطة قضاء الرطبة اللي راح تكون عون للقوات الأمنية. الرطبة التي تبعد عن مركز محافظة الأنبار أكثر من 300 كيلومترا غربا لها أهمية استراتيجية وأمنية، كما يمر بها الطريق الدولي الرابط بين العراق وعدة دول مجاورة، والتي سيكون لها نصيب أيضا من المشاريع الخدمية. إن شاء الله نأمل خير في تقديم الخدمات، نأمل على مشاريع المتحدة، لدينا مشاريع مقدمة وخاصة في موضوع الماء، إن شاء الله يكون تنفيذها قريبا، هذا ما نأمله، وإن شاء الله عجلة التقدم إلى أمام لتوفير ما يمكن توفيره من خدمات للمواطنين. عشائر الأنبار كان لها مشاركة مشرفة في مقارعة الإرهاب ومساندة القوات الأمنية، وحضور عدد من الشيوخ وأبناء العشائر إلى الرطبة دليل واضح على أن الجميع يقاتل في خندق واحد، مفشلين كل الخطط التي رسمها الدواعش وأسيادهم. والآن تحولنا إن شاء الله عندما اطمأنينا على الأمن والأمان بصاية الله وصاية النشامة من الجيش العراقي والشرطة والطوارئ والحشد، فاتجهنا إلى الطريق السريع اللي يربط الأنبار بالرطبة ويربط بسوريا ويربط بالأردن. إعادة افتتاح مديرية شرطة الرطبة من شأنه تثبيت وتعزيز الأمن في هذه المناطق الحيوية غرب الأنبار، ويعطي دلالة واضحة على استعادة القوات الأمنية لزمام الأمور وفرض هيبة الدولة في كل أرجاء العراق. من الطريق السريع المجاور لقضاء الرطبة، عمر الدليمي، العراقية نيوز.